سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. الخراز يرد على اتهامات سناء عكرود، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. علق صانع المحتوى البوليسي عبد القادر الخراز على اتهام الفنانة المغربية سناء عكرود له بإهانة المرأة المغربية والتقليل من قيمتها، وذلك خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج الحوارية. وفي بداية نوه الخراز بالمسار الفني للممثلة عكرود وبداياتها في هذا المجال، قبل أن يعلم أن لها مشاركة في فيلم مصري رفضت الفنانات المصريات وبعض الفنانات المغربيات المشاركة فيه، مشيرا إلى أنه كان لها به دور خليع ويحط بكرامة المرأة المغربية، مستنكرا ومتسائلا في الآن نفسه عن السبب الذي دفعها إلى قبول ذلك الدور. وأكد الخراز بأن تجسيد عكرود لذلك الدور قد أنزل من قدرها ومكانتها، متهما إياها بإهانة المرأة المغربية لكون العمل لا يستطيع الشخص أن يحضره رفقة أطفاله وعائلته، مؤكدا على أن ذلك الدور لم تقبل به أي فنانة مصرية أو عربية أو مغربية. واتهم الخراز الفنانة عكرود بقبول تجسيد ذلك الدور من أجل المال. وأضاف: عمري ما جاوبتها، علاش؟ حيت أنا ما نقدرش نجاوبها من بعد ما شفت هذاك الدور اللي دارت. وللإشارة سبق لعكرود أن هاجمت عبد القادر الخراز بسبب تصريح وصفه بالمسيء للمرأة، وتضمنته إحدى حلقات حكاياته التي تبث عبر قناته على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب. فكما سمعت اخوتي، فالخراز خرج كيرد على سناء عكرود من بعد ما اتهمته بإهانة المرأة المغربية، فهو قال لها بالعكس، أنا كنكبر بالمرأة المغربية في البرنامج ديالي وكنحترمها، عكس انتي اللي مشيتي لمصر وقبلتي بواحد الدور اللي ما قبلوش به بزاف ديال الفنانات سواء عربيات او مغربيات او حتى مصريات، وانتي قبلتي بداك الدور الخليع على قبل الفلوس. فهنا كيكون سال الفيديو ديالنا. شكرا لكم على المشاهدة، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.